الحرب دارت في الشرق الأوسط، صواريخ بتطير وطيارات مسيرة، اغتيالات وهجمات إلكترونية، تصعيد مستمر بين دولة وكيان مفيش بينهم حدود مشتركة، لكن العداوة بينهم لا ليها سقف ولا آخر. إيران وإسرائيل ده مش صراع سياسي، ده صراع وجودي. في الفيديو ده هنفهم مع بعض بالتفصيل هما ليه بيكرهوا بعض، وليه العالم كله بيتفرج على الصراع ده وهو مرعوب، وهنعرف كمان كان إيه سبب توتر العلاقات بين مصر وإيران، وبدأت إمتى وانتهت إزاي. تابعوا للنهاية علشان تعرفوا الحقيقة كاملة، من حرب الظل للحرب بالوكالة لحد الحرب المعلنة اللي احنا فيها النهاردة. تفاصيل الإعلام مش دايما بيقولها. في البداية عايزين نعرف كان ايه سبب العداوة بين مصر وإيران. في الستينيات والسبعينيات العلاقة بين مصر وإيران كانت إلى حد ما إيجابية، خصوصا في عهد شاه إيران محمد رضا بهلوي. لكن بعد الثورة الإيرانية سنة 79 كل الأمور اتغيرت جذريا، لأن كان النظام الجديد في طهران اللي أسسه آية الله الخميني واخد موقف عدائي تجاه المنظمات العربية اللي اعتبرها علمانية ومعادية للإسلام الحقيقي. وكانت إيران عايزة تصدر الثورة الإسلامية لكل الدول العربية، وانتقدت الأنظمة التقليدية زي مصر. في حرب أكتوبر سنة 73 واجهت مصر أزمة قوية. القوات المسلحة المصرية كانت محتاجة كميات كبيرة من النفط، وشاه إيران رغم علاقته القوية بالغرب لكن بعت كميات كبيرة جدا من النفط لمصر وقت الحرب لتعويض أي نقص ممكن يحصل. وسبب دعم شاه إيران لمصر رغم إنه كان متحالف مع الغرب هو إن كان في علاقات شخصية طيبة بينه وبين الرئيس أنور السادات. ده غير طبعا انه ما كانش ضد العرب تماما، وكان بيبقى في صفهم في الحروب اللي بتكون لاسترداد الارض. ولما حصلت الثوره الايرانيه سقط شاه ايران واضطر انه يسيب ايران ويمشي هو وزوجته، وجه لمصر قعد فيها فتره وبعد كده اتنقل لكذا دوله زي المغرب والولايات المتحده والمكسيك، لكن ما فيش ولا دوله رضيت انه يعيش فيها بسبب ضغط النظام الايراني على كل دول العالم انهم يسلموا الشاه. وده خلى دول مفروض انها عظمى تخاف تستقبله بشكل دائم. ولما طلب الشاه اللجوء لمصر الرئيس السادات رحب بيه جدا واستقبله كضيف شرف وخصص ليه إقامة ملكية في قصر القبة. ومش بس كده، ده الرئيس السادات دافع عنه بقوة ورفض تسليمه وفضل في مصر لحد ما توفى ودفن فيها. طبعا الموقف ده خلق عداوة كبيرة بين النظام الإيراني ومصر، وعلشان كده لما تم اغتيال السادات سنة 81 على إيد خالد الإسلامبولي في العرض العسكري، إيران اعتبرت الإسلامبولي شهيد وبطل إسلام وقررت تكريمه بطريقة غريبة، هي إنها أطلقت اسمه على شارع رئيسي في إيران قريب من السفارة المصرية اللي كانت موجودة في طهران. مصر شافت إن التصرف ده إهانة ليها وبشكل مباشر ولرئيسها السابق، وإن كده إيران بتحتفل باغتيال السادات. وده خلى العلاقات بين مصر وإيران تتجمد تماما، خصوصا ان ايران رفضت انها تشيل الاسم رغم الاحتجاجات المصريه والعربيه، وفضل الشارع باسم الاسلامبولي لاكثر من 20 سنه. لكن في سنه 2004 ايران غيرت اسم الشارع لاسم محايد وسمته شارع الانتفاضه. ده غير ان كان في صراع على النفوذ في المنطقه بين مصر وايران. وبعد حرب الخليج سنه 91 زاد الصراع بينهم. ايران تدعم الحركات الشعبيه الاسلاميه في المنطقه، وعلى الجانب الثاني مصر تعزز علاقاتها مع الدول الغربيه والعربيه لمواجهه ايران. لكن في السنين الاخيره العلاقات اتحسنت شويه، خصوصا بعد زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لطهران سنه 2016. اما بقى الازمه بين ايران واسرائيل فالموضوع اصعب من كده بكتير. نقدر نقول بالمعنى الحرفي خربانه، من صداقه قويه لعداوه ملهاش حدود. هنرجع معاكم تاني لعصر شاه ايران محمد رضا بهلوي. الشاه واسرائيل كان بينهم علاقات دبلوماسيه وتعاون سري وتبادل معلومات استخباراتيه ضد دول عربيه كانت رافضه وجود اسرائيل في المنطقه. والكيان كان بيدعم ايران دعم عسكري ضد العراق، توريد قطع غيار وتدريب على طائرات F4. وإيران كانت بتبيع النفط لإسرائيل، وكمان كانت شايفة إن إسرائيل حليف مفيد ضد العرب. ده أنا عايزة أقول لكم كمان إن إيران كانت أول دولة في المنطقة تعترف بالكيان كدولة. أمال إيه اللي شقلب الدنيا كده؟ الثورة الإيرانية. زي ما قلنا قبل كده سنة 1979 قامت الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة آية الله الخميني، وتحول النظام من ملكي حليف للغرب والكيان لنظام ديني شيعي معادي لإسرائيل وأمريكا. النظام الجديد أول ما مسك الحكم ووصل للسلطة قطع العلاقات مع إسرائيل تماما، وكان أول قرار للنظام طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين من إيران وإغلاق السفارة الإسرائيلية وتحويلها لمكتب دعم لفلسطين. وكان من التصريحات النارية للطرفين الخميني مؤسس النظام الإيراني قال إسرائيل يجب أن تمحى من الوجود، أما نتنياهو قال لن نسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية حتى لو اضطررنا للتحرك وحدنا. النظام الإيراني بيعتبر نفسه محور المقاومة ضد أمريكا وإسرائيل، وشايف إن وجود إسرائيل حرام شرعا لأنه كيان صهيوني ومحتل، لدرجة إنهم مخصصين آخر يوم جمعة من كل سنة في شهر رمضان علشان يهتفوا فيه الموت لإسرائيل،
ومسميينه يوم القدس. أما الكيان بيقول إن إيران مش مجرد خصم عادي، دي دولة عايزة تمحيهم وبتدعو لإبادتهم، ومش بتكتفي بالكلام، دي بتنفذ، لأنها بتسلح أعداء إسرائيل اللي حوالين حدودها، والمقصود بيهم حزب الله في لبنان وحماس في غزة، وده بيخلي إسرائيل دايما في حالة طوارئ. أما بقى البرنامج النووي الإيراني وليه إسرائيل مرعوبة منه؟ إيران عندها برنامج نووي بتطوره من سنين طويلة، وبتقول إنه سلمي لإنتاج الطاقة، لكن المخابرات الإسرائيلية وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالوا إن ده برنامج نووي. أما سبب رعب إسرائيل هو خوفها من إن قنبلة زي دي توصل لجماعات زي حزب الله ويستخدموها كورقة ضغط ضد الخليج أو أوروبا. علشان كده إسرائيل ضربت منشآت نووية إيرانية زي نطنز وفوردو، ودي عبارة عن مواقع محصنة جوه الجبال فيها أكبر منشآت لتخصيب اليورانيوم في إيران، واستخدموا فيروس إلكتروني اسمه ستوكسنت اخترق أجهزة تخصيب اليورانيوم، وقف حوالي 20% من الأجهزة لمدة سنتين عن طريق إنه خلاها تشتغل غلط لحد ما اتدمرت. وده حصل من غير ما أي جندي يدخل إيران، ده غير اغتيال إسرائيل لعلماء النووي زي فخري زادة اللي اتقتل في الشارع عن طريق روبوت آلي بيضرب نار عن بعد، وسرقة أرشيف نووي كامل من قلب طهران سنة 2018 كان اسمه أرشيف عماد، حوالي نص طن من المستندات المنقولة، ودي طبعا ساعدت إسرائيل تكشف نوايا إيران. على الجانب التاني بقى كانت إيران بتحارب إسرائيل بس من بره الحدود، حرب بالوكالة، اللي هو بدل ما تضرب بنفسك وبشكل مباشر سلح حد تاني يضرب نيابة عنك. حزب الله في لبنان يعتبر أقوى ذراع لإيران، معاهم أكتر من 100,000 صاروخ موجه على إسرائيل. وحماس في غزة نفذت عمليات كتير ضد تل أبيب. والحوثيين في اليمن بعد ضرب غزة سنة 2023 بدأوا يضربوا صواريخ وطيارات مسيرة على البحر الأحمر وعلى أهداف إسرائيلية. كل اللي قلناه ده كان في وقته حرب شبه سرية أو مش معلنة بشكل مباشر، لكن بداية التصعيد كانت في إبريل سنة 2024. خرجت الحرب من السر للمواجهة العلنية، لأنها كانت أول مرة إيران تضرب حوالي 300 صاروخ منها بشكل مباشر على إسرائيل، وده كان رد على اغتيال شخصيات إيرانية كبيرة زي اللواء محمد رضا زاهدي و6 ضباط من الحرس الثوري منهم محمد هادي وحجي رحيمي. وحركة الاغتيال دي كانت عاملة بالظبط زي الكرسي اللي انضرب في القلوب بين 2 أصلا مخنوقين من بعض. وفي أكتوبر من نفس السنة قامت إيران بهجوم تاني بحوالي 200 صاروخ اتسبب في أضرار قوية للبنية التحتية في إسرائيل، وردت إسرائيل بضربات جوية وصلت لمواقع داخل إيران، ده غير طبعا تنافس الدولتين على السيطرة في منطقة الشرق الأوسط. معركة النفوذ، إيران بتحاول تبني تحالف من طهران وبغداد ولبنان وسوريا واليمن، وسمته محور المقاومة، وهدفه طرد إسرائيل وأمريكا من المنطقة. وفي المقابل إسرائيل بترد بمحور التطبيع وبتقوي علاقاتها مع الدول العربية، وعملت اتفاقيات مع الإمارات والبحرين والمغرب والسعودية بس من تحت الترابيزة. والاتفاقيات دي اسمها اتفاقيات إبراهام، هدفها تطبيع العلاقات وكسر عزلة إسرائيل عربيا. وفي النهاية بقينا في الحرب المعلنة اللي احنا فيها النهاردة، واللي حرفيا مخلية منطقة الشرق الأوسط بتغلي، والله أعلم نهايتها إيه. ما تنسوش قبل ما تخرجوا من الفيديو السبسكرايب واللايك.